هاني واتساب برو، كي داير؟ بخير هاني، نتمنى تكونوا اخوت مزيانين. الا كنتي الصاد من بين الناس اللي كتحكر التجاره الالكترونيه او البيع عبر الانترنت سواء فيسبوك ولا شي منصه اخرى، هادو الخوت اللي كتشوفوا معايا هنايا هما الصينيين الخوت. صراحه هما اكثر ناس كيحاولوا يدرسوا السوق مزيان ويعرفوه فين واصل. الا لاحظتوا هادو الخوت، هذا واحد المول كبير دايرين فيه محلات، وانما دوك المحلات ماشي محلات عاديه، وانما عباره عن استوديوهات كيصوروا فيهم المنتجات ديالهم وكيعرضوهم عبر الانترنت، باش تعرفوا ان الصينيين راه كيقدسوا او لا كيهتموا بزاف بالحاله ديال الاسواق. لا كنتو عارفين الخوت مزيان ان حاليا الاسواق راه مابقاش كتكتفي فقط بانك تبيع في المحل ديالك، كون على اكيد راه ما غاديش تمشي لك داكشي مزيان، وانما حاليا دابا الناس ولات كتهتم بالانترنت وبالتكنولوجيا. فواحد تقريبا واحد 60% ديال الناس ولاو كيشريو عبر الانترنت، ولاو كيشوفوا السلع عبر الانترنت وكيعرفوا الاثمنه ديال السلع عبر الانترنت. فهادشي اللي داروا الصينيين واستغلوا هاد الفرصه مزيان الخوت. حنا كنضحكوا على هاد الافكار ولكن هما كياخذوهم بمحمل الجد. الا لاحظتوا الخوت، جميع الانواع ديال المنتجات دايرينها في داك المول، وكل واحد خايد المحل ديالو اللي ردو عباره عن استوديو وكيصور فيه المنتجات ديالو وكيعرضهم عبر الانترنت. وهادشي الخوت راه كيجيب لهم مبيعات اللي هي كبيره وبزاف. فراه التجاره الخوت عبر الانترنت راه ما تحتقروهاش، والله العظيم الخوت. راه حتى انا جربت التجاره عبر الانترنت وعرضت منتجات عبر الانترنت، والحمد لله وفقنا الله ويسر لينا، وواحد الاكسبيريونس واعره بزاف، ودغيا كيتباع لك السلع. فنصحكم انكم تجربوها. وكما كتشوفوا ما الخوت، كما قلت لكم راه كيحللوا السوق مزيان وكيعرفوا فين واصل، وما كيضحكوش على بحال هاد الافكار. لان الخوت راه حنا في المغرب راه اكثريه ديال الاخوان كياخذوا هاد الفكره ديال انه يبيع عبر الانترنت هي فكره فاشله، ولكن راه العكس الخوت في الدول الاوروبيه. وحتى في المغرب راه كاين ناس اللي كتبيع عبر الانترنت وعير السقيله الخوت. فانتم كما كتشوفوا هاد الصينيين راه تبارك الله عليهم وكيفكروا مزيان مزيان.